سلام الله عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم. اليوم جبت لكم قصة غريبة بزاف. جريمة وقعات في الدار البيضاء، ولكن ماشي بحال أي جريمة. هاد المرة الموت جا غير بلمسة وحدة. إذا بغيتي تعرف شكون الضحى وشنو وقع، خلي راسك مركز وبقى معايا حتى الآخر، حيت الحقيقة أغرب من الخيال. وبالطبع إلا عجبتك القصة ما تنساش تشترك في القناة ودير لايك باش توصل بكل جديد، واعطيونا رأيكم شنو نوع قصص اللي بغيتو نشوفوه في القصة الجاية. في مدينة الدار البيضاء كانت الحياة دايرة بشكل عادي، ولكن في واحد الحي الراقي اللي كيبان فيه كل شي منظم وهادي، كان كاين سر خطير ما بانش حتى الواحد في الأول. الصباح كان عادي، حتى طلع واحد المستخدم في شركة توصيل لطابق خامس. كان عنده طرد موجه لواحد السيد معروف في داك الحي، رجل أعمال عايش بوحده. وقف قدام الباب، ضرب الجرس، تسنى شوية، ما كاين حتى جواب. عاود ضرب، والو. حاول يتصل بالهاتف، كيرن، ولكن ما كاين حتى رد. في داك اللحظة حس بشي حاجة ماشي طبيعية. ماشي أول مرة يجي لهاد العنوان، وكان ديما كيلقى تجاوب. هاد المرة السكات كان تقيل بزاف. هبط للحارس، وهو راجل كبير في العمر، عارف السكان كاملين. قال ليه هاد السيد ما كيحبش يتأخر في الجواب، شي حاجة ماشي عادية. طلع معاه الحارس، وكان باين عليه حتى هو القلق. خرج المفتاح الاحتياطي، ووقف لحظة قبل ما يحل الباب، بحال إلا قلبه ما مطمئنش. منين تحل الباب خرج واحد الهواء بارد بشكل غريب، ماشي ديال شقة معمورة. دخلوا بشوية، والصوت ديال خطواتهم كان كيتردد في الصالة الخاوية. وبعد خطوات قليلة شافوه. الراجل كان طايح على الأرض على ظهره، عينيه محلولين وكيتشوفوا في السقف. وجهه جامد، بحال إلا مات فجأة بلا حتى ما يقاوم. الحارس رجع خطوة اللور وقال بصوت مخنوق: راه مات. ما كاين حتى دم، ما كاين حتى علامة ديال عنف، غير واحد الهدوء اللي كيخوف. وصلات الشرطة القضائية بسرعة وبدا التحقيق. أول حاجة داروها سدوا المكان ومنعوا أي واحد يدخل. المحقق الرئيسي كان معروف بالتركيز ديالو على التفاصيل الصغيرة. دخل للشقة ووقف شوية غير كيشوف كيسمع. هاد المكان فيه شي حاجة غريبة، قالها بهدوء. بداو كيدوروا في الغرف، كل شي منظم، حتى الحاجة ما محركة من بلاصتها، حتى الغبرة قليلة، يعني كاين اللي كيهتم بالنظافة. في المطبخ لقاو كاس ديال عصير مشروب نصو. واحد من الدركي قال يمكن تسمم، ولكن المحقق ما جاوبش، غير بقى كيشوف. رجعوا للصالة وداروا فحص أولي للجثة. ما كاين حتى جرح واضح، غير واحد الأثر خفيف في العنق، ولكن ما كيبانش خطير. واحد منهم قال يمكن سكتة قلبية، ولكن المحقق هز عينيه وقال شي حاجة هنا ما داخلاش للعقل. في الهاتف ديال الضحية لقاو آخر مكالمة، رقم مجهول، دازت غير دقيقتين. حاولوا يرجعوا الرقم، ولكن مسجل بهوية مزورة. الأيام دازت والتحقيق بدا كيتوسع. سولوا الجيران، الحارس، الناس اللي كيعرفوه، كل شي كيقول نفس الحاجة. كان هادئ، ولكن كيتعامل في شوية ديال الأمور اللي ممفهوماش. جا تقرير الطب وكانت نقطة التحول. الضحية مات بسبب مادة سامة قوية، ولكن الغريب ما لقاوش حتى أثر ديالها في المعدة. المحقق جلس وبدا كيربط الأمور. إلا ما دخلاتش من الفم راه دخلات بطريقة أخرى. واحد من الفريق قال عن طريق الحقن. لا، ما كاين حتى أثر ديال إبرة. سكت شوية ومن بعد قال الجلد. رجعوا للشقة مرة أخرى، ولكن هاد المرة بطريقة مختلفة. ما بقاش غير كيقلب، ولا كيشوف كيفاش الضحية كيتحرك في حياته اليومية، فين كيدخل، فين كيخرج، شنو كيلمس. وقف قدام الباب، تخيل الضحية داخل كيسد الباب، كيشد المقبض.
شد المقبض بيدو ومن بعد بقى ساكت. داروا تحليل وفعلا لقاو آثار ديال مادة سامة خفيفة. هاد اللحظة كانت حاسمة. القاتل ما دخلش في ذاك النهار، القاتل خدم قبل. بداو كيقلبوا في الأيام اللي قبل الجريمة. الكاميرات ورات شي حاجة صغيرة. واحد العامل ديال التنظيف دخل للعمارة، ما كانش معروف عند الحارس، ولكن قال ليه جاي يعوض واحد آخر. الغريب أنه ما بانش خارج بوضوح، ولا حتى الناس عطاو اهتمام لوجوده. منين قلبوا في الشركة لقاو باللي ما كاين حتى عامل بهذا الاسم. الهوية مزورة. المحقق قال هاد الشي مدبر مزيان، ولكن فيه غلطة. بداو كيقلبوا في العلاقات ديال الضحية حتى وصلوا لشريكه في التجارة. كان بيناتهم خلاف كبير، ولكن ما كاين حتى دليل مباشر. ولكن منين دققوا في المعاملات المالية لقاو تحويلات مشبوهة دازت عبر وسطاء. ومن بعد أيام من البحث تشد العامل، وفي التحقيق اعترف بكل شيء. قال باللي الشريك عطاه الفلوس وشرح ليه الخطة بالتفصيل. يدخل بحجة التنظيف، يحط السم في مقبض الباب من الداخل ويخرج بلا ما يشك فيه حتى واحد. الضحية غير يدخل ويسد الباب والباقي يديروا السم. الشريك كان باغي جريمة نظيفة، بلا دم، بلا مواجهة وبلا شهود. ولكن نسى واحد الحاجة مهمة. المحققين ما كيشوفوش غير الكبير، كيشوفوا حتى الصغير. وفي هذه القضية مقبض باب بسيط كان هو المفتاح ديال الحقيقة. ومن ذاك النهار بقات هذه القصة كتدور ما بين المحققين كمثال على أخطر نوع ديال الجرائم. الجرائم اللي كتكون هادئة بزاف لدرجة أنك ما كتلاحظهاش حتى كيكون فات الأوان. وفي النهاية هاد القضية كتورينا باللي بعض الجرائم اللي كتوقع بلا آثار هي اللي أخطر. إلا عجباتك القصة دير لايك واشترك في القناة باش توصلك قصص جديدة ومشوقة، وكتب لي في الكومنتير شنو نوع الجرائم اللي بغيتي تسمع في القصة الجاية، وشنو أكتر حاجة خوفاتك في هاد القصة. القصة الجاية ممكن تكون من اختيارك، خلي الإبداع ديالك يقرر شنو نشاركو المرة الجاية.